مرحبا بكم في قناتي على يوتيوب، حيث نتعرف على أغرب وأروع المخلوقات في العالم. في حلقة اليوم، سنتحدث عن سمكة لا تشبه أي سمكة أخرى، بل تشبه برقا يسبح في الماء. إنها سمكة الانقليس الرعادي. في البرية، إذا لم تكن في قمة السلسلة الغذائية، فسيحاول الجميع تناولك من أجل البقاء على قيد الحياة. في مثل هذه الظروف يجب أن تكون قادرا على الاختباء بسرعة أو أن تكون مبدعا مثل الأنقليس الرعادي القادر على توليد نبضات كهربائية عالية الجهد تلقائيا. ماذا تعتقد سيحدث عندما يريد مفترس مثل التماسيح الأمريكية أو الكيما مهاجمة هذا المخلوق؟ دعونا اليوم نعرف هذا. سمكة الانقليس الرعادي هي سمكة مذهلة وفريدة من نوعها، تستطيع إنتاج شحنات كهربائية قوية تصل إلى 860 فولت، وتستخدمها للصيد والدفاع عن نفسها. هذه السمكة تعيش في أنهار الأمازون والأورينوكو في أمريكا الجنوبية، وتتغذى على الأسماك والثدييات والطيور الصغيرة. لديها ضعف في البصر، لكنها تستخدم نظام رادار كهربائي للتنقل وتحديد موقع الفريسة. تبلغ مدة حياتها حوالي 15 إلى 22 عامًا، وتتكاثر في موسم الجفاف بإنشاء عيش من قبل الذكور. ولكن كيف تولد سمكة الانقليس الرعادة هذه الشحنات الكهربائية؟ وما هي فوائدها وأضرارها؟ وهل هناك خطر من لمس هذه السمكة؟ تابعوا معي هذا الفيديو لتعرفوا الإجابات. سمكة الانقليس الرعادي لديها 3 أزواج من الأعضاء الكهربائية في جسدها، أحدها يستخدم للتوجيه والإحساس، والآخران يستخدمان للهجوم والدفاع. هذه الأعضاء تحتوي على خلايا متخصصة تسمى إلكتروسيتات، والتي تعمل كبطارية صغيرة، تخزن شحنات كهربائية سالبة داخل خلاياها، وشحنات كهربائية موجبة خارج خلاياها. عندما تشعر سمكة الانقليس بالخطر أو تلاحظ فريسة قريبة، تفرغ هذه الخلايا شحناتها بشكل متزامن، مولدة جهد كهربائي عال. الانقليس الرعادي تستهلك طاقة كبيرة لإنتاجها، وتحتاج إلى تناول كمية كبيرة من الطعام لتعويضها. كما أن سمكة الانقليس الرعادي تتعرض لخطر التآكل أو التلف في أعضائها الكهربائية بسبب التفاعلات الكيميائية أو الحرارية التي تحدث عند إطلاق الشحنات. وأخيرا، سمكة الانقليس الرعادي قد تصاب بالصدمة أو التشنج أو حتى الموت إذا صدمت نفسها بشحناتها، مثلا عندما تصطدم بجسم موصل للكهرباء. في الأغلب يفترس الأنقليس الرعادة الأسماك الصغيرة والسلاحف والضفادع والسحالي، ولكن لنكوندا والكيمنا يفضلون الابتعاد عن هذه المخلوقات المشحونة. بالطبع هناك حالات لا يزال فيها تماسيح الكيمن الشابة عديمة الخبرة تصطدم بالأنقليس الرعادي، لكن في معركة مع الرعاد في الأغلب تخسر وتتراجع عند تلقي شحنة كهربائية قوية. فقط انظر إلى هذه المعركة، فلن تستطيع أن تصدق أن هذا المخلوق في الواقع قادر على أداء مثل هذا الدفاع وهزيمة حيوان مفترس أكبر بكثير من حجمه. لكن الشيء الوحيد الذي يتأكدون منه هو أن هذا المخلوق المشحون قادر حقا على قتل ضحية عدة مرات أكبر من حجمه، ولا يهم إذا حدث ذلك في وقت الهجوم أو في وقت الدفاع. لذلك، إذا قررت يوم ما الذهاب إلى نهر الأمازون، تذكر الخطر الذي ينتظرك هناك، وكن يقظا وحذرا. يتم استخدام سمك الأنقليس أو ثعابين البحر في المطابخ العالمية، وخاصة مطبخ الصين واليابان وإسبانيا وإيطاليا كوجبات أساسية. الجلد الخاص بثعبان الأنقليس هو واحد من أغلى الجلود الخاصة بالحيوانات، وأيضا الزواحف على الإطلاق، فهو غالي الثمن بشكل كبير. هل كنت تعرف هذه المعلومات عن هذا الكائن من قبل؟ أخبرنا برأيك عن هذا الفيديو، وإذا عجبك فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. إلى اللقاء.